جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، يصعب عليه الحفظ وأن يحفظ أو يأخذ شيئا من القرآن، يجد نفسه عاجزا عن ذلك لا يستطيع. قال: فعلمني ما يجزئني منه. فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى هذه الكلمات الباقيات الصالحات التي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يفيد أن هذه الكلمات الأربع تجزئ العبد عن القرآن إذا كان لا يستطيع أن يأخذ شيء من القرآن. وهذا يؤكد ما أشرت إليه سابقا، ينبغي أن تشاع هذه الكلمات العظيمة في الناس شاعة كبيرة، وأن يحثوا على الاستكثار منها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.